السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد، بس النهارده بقى مش روتين. النهارده بقى فيديو كده هاخدكم معايا جولة كده في العتبة. بس كده حابة قبل ما ابدا الفيديو حابة اقولك لو انت اول مرة تشوفي قناتي وعجبتك يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وكمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان نعرف ان انت جديدة وادخل ارحب بيكي. يلا بقى نبدا الفيديو كده بقى، ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى إيه كنت بقى نازله العتبه، قلت اخدكم كده معايا جوله كده يعني بسيطه كده، واوريكم يعني اللبس هناك والاشكال والموديلات اللي هناك عامله ازاي. انا كان في حاجات ناقصاني كده وكنت عايزاها من اللبس يعني وكده، فقلت بقى انزل العتبه. بس انا معظم الحاجات اللي جبتها كانت من بره، يعني من العتبه نفسها من بره. اللي انا باخدكم جوله فيه دوت اسمه مول صدناوي، اللي يعرفه يعني. مول كبير قوي زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. بس اللي لاحظته ان هو معظمه حريمي اطفالي، الحاجات بقى بتاعت العرايس وكده، لكن ما فيهوش رجال. يعني لفينا فيه كتير، كنت عايزه يعني اجيب حاجات لجوزي ومن هناك وكده، لبس من هناك. ما لقيتش فيه بصراحه. في عباية استقبال هناك تحفه 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 بمعنى الكلمه، وبقى لبس بقى خروج واطفالي وحاجات حلوه كتير قوي هناك. بس لاحظت ان هو ما فيهوش رجالي يعني وكده. فمعظم الحاجات يعني جبناها من بره وكده. هوريكم بقى دلوقتي الحاجات اللي انا اشتريتها من هناك. وهوريكم كل حاجه كده بالظبط. بص، اول حاجه انا جبتها كده، جبت الدريس دوت شكله قمر قوي كده. بص، هو لونه زيتي في وايت، وبحزام كده من الوسط، وكمان في سلسله. انا وريتكم صورته دلوقتي قدامكم اهي، كنت مصورها من هناك من المحل. قلت يعني اوريها لكم كده، يعني تشوفوها يعني على الطبيعه وهي على الملكان يعني كده. شوفوا شكلها عامل ازاي، لان الحاجه اصلا مش بتبان الا في اللبس. يعني انتوا ممكن تشوفوا كده تقولي ايه ده، لا ده شكله مش حلو خالص وازاي جايباه وكده، بس لما بيتلبس لا بجد تحفه جدا في اللبس، حلو قوي. بص، هو خامته شمواه. بص، كم كده نص ونص، يعني كم اوف وايت وكم زيتي وكده. وبسوسته كده من ورا، وبحزام كده من الوسط. وهو يعني تلبيسه من تحت، يعتبر تلبيسه بس لازقه فيه زي ما انتوا شايفين كده. بس حلو قوي في اللبس وبيدفي جدا. طبعا انتوا عارفين الشمواه بقى في الشتاء، يعني الشمواه طلع موضه الايام ديت في الشتاء، غير زمان. زمان ما كانش موجود قوي. لا بقاله كام سنه كده الشمواه دوت بقى يطلع موضه قوي في الشتاء، وكل الناس لابسه الشمواه دوت. دريسات بقى بالمنظر دوت في الشتاء بقى وكده، وشكله حلو قوي. والسلسله بتاعته ديت بس لقيتها طويله قوي، مش عارفه طويله قوي كده ليه، مع انها كانت يعني حلوه يعني صغنونه وكده. بس عادي مش مهم، يعني هقصرها. وهو بقى بسوسته من ورا وكده، وشكله حلو قوي. ولونه كمان عجبني، يعني كان في لون هناك زهري بس ما عجبنيش، لا اللي حسيت اللون دوت هادي شويه. وكمان لقيته مش عندي فلقيته حلو قوي. تاني حاجه بقى جبتها كده سويت شيرت دوت لجوزي. إيه جبت له بقى اللون دوت، ما كانش عنده برضو اللون ده. انا حاولت انقي الحاجات اللي هي مش عندنا، الالوان بتاعتها مش عندنا، فنجدد يعني وكده ونغير الوان. وحبيت يعني اجيب له فواتح وكده. هو عنده معظم الحاجات غوامق، زيتي بقى وكحلي واسود والحاجات ديت. فحبيت ان انا اجيب له بقى اتنين كده، يعني الوانهم كده مش موجوده عنده كتير او مش موجوده خالص اساسا يعني. فحبيت اجيب له بقى السويتشيرتين دول، اللون ده اللي هو النبيسي، والاولاني ده اللي هو اللون البطيخي دوت. لونه حلو قوي وفاتح وعجبني قوي. جبت له كده بقى اتنين. وعجبني كمان اللي هو السويتشيرت اللي هو المقفول. هو معظم اللي عنده بسوسة من قدام، بسوسة يعني سويتشيرت بس بسوسة. ما عندوش اللي هو المقفول دوت، فحبيته يعني وكده وجبته له. جبت بقى كمان الشنطة ديت. بص، عجبني شكلها قوي، حلوة قوي. ويعني بصوا هي دورية كده، يعني شكلها مدور وبسلسلة، ولونها كده كحلي، وعجبني لونها قوي. يعني يليق على حاجات كتير، يعني مش هتتلبس على طقم واحد بس، لا تتلبس على حاجات كتير. فعجبني شكلها قوي وعجبني لونها. وهي كده يعني مفيهاش اي شغل ومفيهاش اي حاجه كده زي ما انتوا شفتوا. وجبت كمان الشنطه ديت. حبيت اجيبها، يعني انا بخرج هنا في المنطقه عندي كتير، فحبيت اجيبها يعني وكده، وكبيره وبتشيل يعني تشيل معايا يعني حاجات كتير، غير اللي هي الاولانيه دي ممكن خروج وكده يعني بعيد شويه. لكن ديت بقى مثلا
اماكن يعني قريبة، بس بقى عايزة احط فيها حاجات كتير وكده. بصوا ده منظرها كده، هي ما عليها كذا رسمة كده من بره، هي لونها اسمر برضو. حبيت برضو ان انا اجيبها اللي هي ايه تليق على معظم الدريسات اللي عندي وكده، وتبقى لونها اسمر وتليق على كل حاجة وكده. دي كده كان تاني شنطة جبتها. جبت كمان ايه بقى، جبت كمان الشنطة ديت. انا بحب معظم الشنط اللي هي اللي تبقى مش اللي هي اللي كتف، يعني قليل الاول اللي عندي اللي كتف، لا انا بحب اللي هي اللي تبقى ايد طويلة وكده. وعجبني برضو شكلها، وفيها كذا سوستة يعني كده، وشكلها حلو قوي، وبرضو كبيرة في نفس الوقت. لونها كده نبيتي في اوف وايت في ازرق. برضو لون النبيتي ده برضو بيمشي مع اي حاجة وانا عندي يعني كذا طقم لونه نبيتي، فقلت يعني تليق معايا وكده. بصوا بقى الشنطة دي عجباني قوي، عجبتني ان هي بكذا حاجة. يعني بصوا هي بايدين من ورا، يعني ممكن تتلبس على الظهر. وكبيرة قوي، يعني بتشيل حاجات كتير برضو. طبعا انتوا عارفين بقى احنا كأمهات يعني بقى لما بنيجي نخرج يبقى معانا حاجات كتير قوي للأطفال اللي معانا وكده، فتبقى عايزين حاجة تشيل معانا حاجات كتير. ازازة مية بقى، اكل بقى، غيار بتاع كده، فتشيل معايا. وفي نفس الوقت ممكن اشيلها على ظهري يعني لو زهقت منها. وفي نفس الوقت بصوا بتتلبس كده برضو، ممكن اتنيها كده وتتمسك كده، يعني هي ممكن استعملها اتنين يعني كده او كده. حلوة برضو، عجبتني قوي. يعني عجبتني ان هي بكذا حاجة، وفيها برضو سوستة من ورا كده لأي حاجة صغيرة معايا، ويعجبني شكلها. وبرضو اللون ده برضو يعني يمشي برضو مع كذا حاجة، يعني مش حاجة واحدة بس. وطبعا بقى ما نسيتش ساجدة. الشنطة بتاعت الحضانة بتاعتها يعني اتقطعت، حاسة ان هي دابت من ورا وكده. فقلت لا هي محتاجة شنطة تانية جديدة، فعجبتني ديت الشنطة دي، لقيتها قدامي عجبني شكلها قوي، وقلتها يعني شكل كده بنوتي كده، شكلها حلو، وبسوستين كده برضو زي التانية بتاعتها اللي هي معاها حاليا برضو بسوستين. بس دي حسيت ان هي خامتها اتقل شوية منها وخامتها احلى، وجبتها لها. قلت بقى عشان ما ازعلهاش وكده، لما ديت تدوب خالص هلا اجيبها لها وكده وتلبسها. وكمان جبت لها اللانش بوكس دوت، هي بقى لها فتره عماله تقول انا عايزه لانش بوكس جديد، عايزه لانش بوكس جديد. فاول لما شفته قدامي فافتكرتها على طول. بصوا هو كده بيتفتح، وعليه اللي هي الغطا من فوق دوت، اللي هو فيه كذا جزء، ممكن تحط فيه اي حاجه، فاكهه، خضار وكده، بعيد عن السندوتشات. وكبير يعني، بس كان في اكبر من كده، بس ده عجبني. بس كده بقى، دي المؤشرات بتاعت النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنوني فيديو جديد. مع السلامه.